تشكيل الأهلي الأفضل لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري. أنت لعبت يوم الجمعة مع فاركو وهتلعب يوم الاثنين مع طلائع الجيش وبتعمل روتيشن. والسؤال هنا، هل لو التشكيل اللي قدامك في الصورة ده موجود في الأهلي أو موجود في مباراة طلائع الجيش هيضر الأهلي في شيء؟ هل هيكون أقل من التشكيل اللي لعب المباراة اللي فاتت؟ الإجابة لأ، هتلاقي التشكيل ده أو الناس اللي موجودة دي بتأدي أداء يمكن كمان أفضل من الناس اللي كانت موجودة. بتعمل روتيشن وبتدخل ناس على روتيشن زي خالد عبد الفتاح ما لعبش من مدة، بتعمل روتيشن وبتدخل ناس جديده. ايه المشكله ان انت وانت بتعمل الروتيشن ده تدخل واحد زي ديانج وتلعب بيه في نص الملعب، وتريح واحد زي اكرم توفيق، تخلي اكرم تحميه شويه وتخليه الماتش اللي جاي يريح، وتلعب بديانج في مركز رقم 8. هل ديانج لو لعب مش هيقدم اداء جيد؟ هل ديانج مش هيبقى ليه دور داخل الملعب ويظهر بمستوى رائع؟ ديانج لاعب كواليتي عالي جدا، ديانج لاعب امكانياته عاليه جدا، لعب للاهلي موسمين ثلاثه اساسي وكان بيقدم اداء كبير جدا. اذا ديانج مشكلته مش مشكله امكانيات، مشكله ديانج ان هو محتاج يجهز ومحتاج ياخد اللقاءات او ياخد مباريات كتير. نيجي لاحمد نبيل كوكا. هل لو انت لعبت باحمد نبيل كوكا مكان كريم فؤاد وريحت كريم فؤاد اللي انت مضطر تلعب بيه بقيه الموسم في مركز الباك الشمال، وعندك كوكا وكريم الدبيس والاثنين رايحين المنتخب الاولمبي، هل لو انت لعبت بواحد فيهم وريحت كريم فؤاد علشان الماتشات اللي هيكونوا مش موجودين فيها، هل ده هيضر الاهلي في شيء؟ الاجابه لا. كوكا نزل لعب تلت ساعه او نص ساعه قدام تقريبا فريق الداخليه وقدم مباراه كبيره جدا. اذا كوكا يقدر يلعب في المكان ده، اذا كوكا يقدر يقدم اداء جيد جدا ومنه بتريح كريم فؤاد. طيب السؤال الطبيعي هنا في مركز الجناح اليمين، عندنا لعبنا بطاهر ما كانش في افضل حالاته، لعبنا برضا سليم ما كانش في افضل حالاته، ومحدش حل مشكله الجناح اليمين اللي عندنا ازمه فيها، خاصه كمان في ظل وجود بيرسي تاو اللي كان مستواه سيء جدا. هل انت فكرت تدي لكريستو وتجرب كريستو في المكان ده؟ هل كريستو يقدر يقدم الاداء المطلوب؟ كريستو يقدر يقدم الاداء المطلوب، مش هيكون اقل من رضا سليم في المكان ده الفتره الاخيره، من بيرسي تاو الفتره الاخيره، من طاهر محمد طاهر منذ وجوده في الاهلي. اذا كريستو يقدر يلعب في مركز الجناح اليمين، اديله فرصه، خلي اللاعب ده ياخد، خلي اللاعب ده يشارك. اللاعب ده مش اقل من طاهر، اللاعب ده مش اقل من ناس كتيره جدا خدت فرصه. فانت محتاج كريستو يحل لك ازمه في مركز الجناح اليمين، هيحل مشاكل كتير جدا. لازم ان انت تبقى عارف ان اللاعب ده حتى لو هيحصل اعاره ليه الموسم الجاي، ازاي ان انت تلمعه بشكل كويس علشان يطلع اعاره بشكل افضل لفريق افضل. ده بالنسبه لكريستو. في التغييرات لازم كولر يبقى عارف ان ممنوع مودست ينزل، حتى لو مش انا خايف مودست يكمل معانا، فممنوع مودست يكون موجود وينزل في الشوط الثاني. في التغييرات لازم كولر يبقى عارف ان قفشه هيكون اول تغيير، تريح امام عاشور وتنزل بقفشه الشوط الثاني يمسك كرة ويتحكم في اللعب، في ظل ان انت الاجنحه عندك مش في افضل حال. ممكن تلعب بقفشه صانع لعب وتغير لعبك ويكون من العمق. التشكيل الافضل بالنسبه ليا محمد الشناوي في حراسه المرمى، باك يمين عمر كمال في حالة رجوع عمر بشكل كامل من الإصابة، قلبين الدفاع رامي ربيعة محمد عبد المنعم، باك شمال أحمد نبيل كوكا، في نص الملعب مروان عطية في مركز رقم 6، ديانج على اليمين في مركز رقم 8، إمام عاشور على الشمال. الثلاثي الأمامي زي ما قلت كريستو أتمنى إن هو ياخد في مركز الجناح اليمين، ووسام أبو علي رأس حربة، كمان حسين الشحات جناح شمال. ده التشكيل الأفضل بالنسبة ليا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى من كل واحد بيشوف الفيديو ده لو لسه اول مره بشوف قناتي تشترك في القناه وتفعل الجرس، سيب لايك وكومنت الفيديو وان شاء الله يوصلك كل جديد.